فإن مواطن أخرى كثيرة في أرض الأنبياء تحتفل بالقيم ذاتها وتحتفل بمقامات مماثلة لنبي الله أيوب، يتلمس الناس من خلالها معنى الصبر وهم يتذكرون قصة أيوب عليه السلام. ألهم النفس شرها وتقاها الله وتوالى الدلائل. سلطنة عمان التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ هي جزء من أرض الأنبياء، فعليها انتشر قوم عاد الذين أرسل إليهم نبي الله هود، وأهلها يقولون إن نبي الله صالحا انتقل أيضا إلى أرضهم وله فيها مقام، مثلما يؤكدون أن نبي الله أيوب انتقل أيضا إلى هذه الأرض وتوفاه الله فيها. الله الله. فهذه هي بلاد الأحقاف، وهذه بلاد عاد، وهذه بلاد العرب القديمة، ومنها انتشر العرب. وهذه الأنبياء عندنا نبي هود، وعندنا نبي صالح، وعندنا نبي عابر، وعندنا نبي أيوب، وعندنا طبعا يتحدثون عن النبي عمران. منطقة هذه هي أرض الأنبياء حقيقة. يعني هناك يعني هو قوم هود، وهناك قوم صالح، وهناك العرب البائدة كانت كلها في الجزيرة العربية واليمن وكلها. نعم، هذا موطنها الأصل. المسافة من العاصمة العمانية مسقط إلى محافظة ظفار حيث ضريح النبي أيوب عليه السلام تبلغ نحو 1000 كيلومتر، وتستغرق الرحلة بالطائرة نحو 1:15 دقيقة. تهبط الطائرة في مطار صلالة عاصمة ظفار لتبدأ الرحلة في هذه المنطقة التاريخية العريقة. ولكن لوصول منطقة الضريح لا بد من المرور في صلالة على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان. الجولة في هذه المدينة وزيارة آثارها ومتاحفها تعطي الزائر فكرة وافية عن أهميتها التاريخية والحضارات التي سادت هنا، مثلما تظهر مدى تقدمها. وتتميز صلالة بجمال طبيعتها وبشواطئها الرملية البيضاء التي تمتد مسافات طويلة. بعد استراحة من هذه الجولة نستعد للتوجه إلى المناطق الجبلية التي تطل على بحر العرب. يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل شامل. الرحلة إلى جبل أتيم حيث ضريح النبي أيوب تبدأ قبل شروق الشمس، رغم أنها لا تبعد سوى بضعة كيلومترات إلى الشمال الغربي من صلالة. الله الله يا الله 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 يا الله يا مصباح الأنوار مولانا. نحن الآن انعطفنا من دوار يسموه دوار يتيم باتجاه في منطقة بيت زربيج. هذه المنطقة يسموها منطقة بيت زربيج، متجهين إلى عقبة أو جبل إتين. وهذا الطريق طبعا في منطقة بيت زربيج، ونذهب إلى إتين ثم إلى النبي أيوب. والمثير للدهشة عند المقارنة أن المنطقة التي يوجد فيها ضريح النبي أيوب في سلطنة عمان تسمى منطقة بيت عوص، وهي التسمية ذاتها لمناطق فيها مقامات للنبي نفسه في الأردن على سبيل المثال. أنا سمعت يقولون رحلة النبي أيوب بدأت من الشام وانتهت في هذا الموقع. طبعا
قصص كثيرة تتحدث عن أنه أيوب في اليمن، وأيوب في العراق، وأيوب في الشام، وأيوب في فلسطين، لكن أكثر القصص التراثية والإنجيلية تؤكد على أن أيوب هو في ظفار، لما ورد من القدامى عن أيوب ولما ورد في التوراة والإنجيل، وحتى المسميات اللي موجودة في التوراة والإنجيل مسميات موجودة تتطابق مع مسمياتنا نحن في ظفار. بعد اجتياز سهل أتين نصعد الجبل نحو ضريح النبي أيوب، والمنطقة التي نمر بها غنية بعيون الماء. احنا الآن طالعين عقبة أو جبل يتين، وعلى يميننا عين جرزيز، طبعا باللغة الشحرية نحن نسميها جرزوز. عين جرزيز طبعا مهمة جدا للمنطقة كلها. أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد وسع الله عز وجل عليه في الدنيا، وآتاه من المال والولد والخير الكثير والمال الوفير، ثم لما أراد الله عز وجل له البلاء أخذ منه ولده وماله، فمات الولد وفقد المال وأصيب بالمرض وتفرق الناس عنه وتركوه. وضريح النبي أيوب الذي نراه من بعيد أصبح من أهم الأماكن الدينية في سلطنة عمان، وهو يحظى باهتمام خاص. القبر شوف المسجد الصغير اللي بجنب القبة الصغيرة هو هذاك القبر. هذه المنطقة بصفة عامة اسمها منطقة بيت زربيج. هذه المكان اللي يعيش فيه أو المنطقة اللي حواليه هذا اسمها منطقة بيت عوص. هذا الجبل اللي شوف الجبل اللي هو عليه هذا يسموه جبل عري. المنطقة ظلت مقصدا لكثير من الزائرين من عمان ومن خارجها، وبخاصة من أفغانستان وباكستان، وكانوا يصعدون هذه الجبال مشيا على الأقدام.